السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى نعمل النهارده رز بلبن بدون نشا، وان شاء الله يطلع معانا مكرمش زي بتاع المحلات واحلى كمان ان شاء الله. بس لو اول مره تشوفونا ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الكل يستفيد. يلا بقى نبتدي بالصلاه على النبي صلى الله عليه افضل الصلاه والسلام. يلا هنا دلوقتي انا معايا كيلو ونص لبن، اللي هو المعلب ده. انت عندك اللي هو البلدي ده جميل جدا طبعا، ينفع، هو ده اللي متاح عندي دلوقتي. وعندي هنا دي كوباية صغيرة يعني، دي يعتبر نص كوباية رز. هغسلها وبعد كده نحطها تتسلق على النار، وهنفضي اللبن دلوقتي على النار. اللبن حطيته على النار اهو، والرز برضو على العين التانية. اول ما الرز ما هيستوي هعرفكم برضو. بصوا الرز اهو استوى تمام. هننقله بقى في اللبن. اللبن اهو هيغلي اهو، عمل طبقة القشطة بتاعته. هنسقط بقى الرز بلبن على الرز ولا ايه المسلوق على اللبن. بصوا هننزل بقى بالرز بلبن، بالرز، ولا انا مش عارفة ليه مصممة ان هو رز بلبن. بصوا بقى احنا هنقلبه كده مع بعضيه. وبصي بقى هتوطي عليه على الشمعة، يعني ما تعليش عليه خالص، ويستحسن تخلي معلقة جواه او المغرفة اللي انا حطاها دي. وطبعا بقى السكر على حسب الرغبة، انا طبعا هحط السكر دلوقتي على حسب ما انا حابة. انزلي بقى بالسكر زي ما انت عايزة، قلبي بقى بالراحة كده. بصوا بصوا ايه، ابتدى اهو يتقل اهو. طبعا هنسيبه برضو. بصوا كده تقل اهو. بصوا كده يهبل يا جماعة، مادام تقل كده بصوا، تحس ان هو قرب يلزق، يبقى كده تمام. بصوا حتى القوام بتاعه تقل اهو. طبعا انا هقفل عليه. بصوا دي كان عندي اخر حتة قشطة بلدي، هحطها كده بس ايه بتعزز الطعم بتاع الرز بلبن. وايه هنا هنغرفه بقى اهو تمام كده. بصوا دول طاجنين، دول بايركس يتحطوا في الفرن، انا عاملاهم عشان عايزه اعمل اتنين في الفرن، وهنا للباقي تمام. بصوا تقيل ازاي اهو، بصوا تقيل ازاي. هنغرف. والله بجد من اجمل الرز بلبن اللي هتاكليه في حياتك. بصوا انا طبعا دول هحطهم في الفرن على الشوايه، هياخدوا بس وش تحت الشوايه وهطلعه.